كل سنة وانتم طيبين وبألف خير. النهاردة هنعمل فطار قمر قوي. هنعمل لحمة دايبة كده مع طاجن ورق عنب خطير مع فلفل محشي فلفل كده وسمبوسة بالجبنة وباللحمة. وهنعمل أحلى فطار وأحلى عصير ممكن تشربيه على الفطار. معايا ربع كيلو من الخروب غسلاه كويس قوي. أهم حاجة لازم نغسله كويس ونشطفه بالمية أكتر من مرة، وممكن نحط عليه مية سخنة. انا حطيت عليه مية عادية من الحنفية وهسيبهم يغلوا مع بعض ويستووا بالشكل ده لحد ما الخروب بتاعي داب معايا خالص، وسبت يبرد معايا خالص. وبعدين نزلت بيه كده في الخلاط بتاعي بالشكل ده. الخروب بتاعي داب خالص واستوى كويس جدا، وهنزل عليه بنص شفشق من المية كده او كوبايتين من المية، وهضربه في الخلاط لحد ما يدوب معايا بالشكل ده خالص. ولازم نضربه كويس جدا، وبعدين طبعا لازم نصفيه عشان كل الحبيبات اللي فيه احنا مش عايزينها كده، يعني نصفيه كويس جدا. وممكن واحنا بنصفيه نزود عليه مية تاني، ممكن نحط عليه كوبايتين مية كده ونضربهم في الخلاط تاني، لان قوامه بيبقى تقيل وطعمه بيكون تقيل قوي وبيكون مركز، فلازم نخففه معانا. احلى عصير خروب ممكن تعمليه وتشربيه في رمضان، حاجة حلوة قوي وطعمها حلو كمان. هنزل كده بالباقي واحط عليه مية واضربه في الخلاط ونزود على العصير بتاعنا. وبعد ما صفيت العصير كويس جدا هحط عليه كمية السكر المناسبة، او ممكن نحط عسل نحل عشان يبقى يعني صحي اكتر وكده. ونضربه في الخلاط ونحطه في الشفشق بتاعنا كده. حاجة قمر قوي، احلى عصير خروب ممكن تعملوه تشربوه. نحطه في التلاجة كده يسقع، وطبعا على الفطار هنطلعه. بعد كده معايا بصلتين اتنين قطعتهم قطع متوسطة وحطيت عليهم معلقة سمنة بلدي، ونشوح البصلة بتاعتي كده عشان نعمل التسبيكة بتاعة المحشي. ونشيل كده معلقتين بصل كبار كده على جنب للتسبيكة بتاعة المحشي او خلطة المحشي بتاعتي. وهنزل بكيلو من الطماطم ضربها كويس، وهنزل عليها بمعلقة ملح ومعلقة من السبع بهارات ومعلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من السكر، وهقلبهم كويس جدا وهسيبهم يتسبكوا مع بعض. بعد ما تسبكوا كويس جدا بالشكل ده خلاص كده بقى كله تمام. هحط عليهم كده معلقتين من الخضرة مفرزاهم كده، ومعايا البصل بتاعي وحطيت عليه الرز وحطيت عليه معلقة ملح ومعلقة كمون ومعلقة فلفل اسود والسبع بهارات وتوم بودر وبصل بودر، بيفرقوا قوي في تسبيكة المحشي بتاعتي. وحطيت الصلصة بتاعتي وعليها الخضرة اللي هي شبت وبقدونس وكزبرة، خضرة مشكلة كده مقطعاها وحطاها في الفريزر كده. بطلعها واحطها على الصلصة وهي سخنة وبتفك في ثانية خالص، مش محتاجة تسيبيها اي وقت خالص. وهقلب التسبيكة بتاعتي بالشكل ده. احلى خلطة محشي ممكن تعمليها وريحتها وطعمها حلوين قوي. ومعلقة سمنة بلدي حلوة كده، وممكن نحط معلقة زيت تفلفل الرز، بس السمنة حلوة قوي. وعصرة ليمونة كده بتدي مزازة عشان هنعمل ورق عنب، ومعلقة دبس رمان كده برضو عشان هنعمل ورق عنب. للخلطة بتاعة المحشي، احلى خلطة محشي ممكن تعملوها، حمرا وطعمها حلو قوي. ومعلقة شطة. طبعا انا هحشي ورق عنب وفلفل. هجيب المحشي بتاع وحدة الورق العنب، وهحط الرز افردها كده على البلانشة، واحط الرز على الجهة الخشنة وابرمها كده بايدي بالشكل ده. هتاخدي صابع متماسك جدا وعمره ما يفك منك ابدا. واعمل التانية بنفس الشكل كده. وممكن في طريقة حشو تانية بحشي بيها، ممكن احطه على ايدي كده واحط الرز وافرد الرز وجنب يمين وجنب شمال وابرم كده على ايدي. ودي بستسهلها قوي وبتكون حلوة قوي. هعمل بيها كل كمية المحشي بالشكل ده. هعمل الورق العنب بتاعي كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده عملت ورق عنب، هدخل بقى على اللحمة بتاعتي. ده بفتيك للشوي، جايباه كده مش بياخد وقت خالص. هعمله في معلقة سمنة، هشوحه كده في معلقة سمنة بلدي حلوة كده على نار عالية. هحط كل الكمية بتاعتي، ومعايا كام حتة دهنة كده هحطها كمان تخلي ريحة اللحمة حلوة قوي. هشوحه كده على الجنبين، واحط معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود ورشة من بهارات اللحمة، رشة بسيطة خالص مش هكتر. هي دي التوابل اللي انا حطيتها بس على اللحمة بتاعتي، بتنقل طعم اللحمة في حتة تانية خالص. حتة لحمة حلوة بتستوي على طول، مش بتتأخر معانا في السوا، حلوة قوي. احلى حتة لحمة ممكن تعمليها تحت اي حلة محشي كده
خطيرة قوي وبيكون طعمها حلو قوي. هشوحهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. احنا يدوب بس هياخدوا لون من فوق ولون من تحت، وهنشيلهم كده ومش هنحط اي حاجة ولا هنضيف مية ولا اي حاجة. هو يدوب ياخدوا لونين كده ونشيلهم بقى ونجهز الطاجن بتاعنا. مش حاطة فيه اي حاجة. هنزل بكمية اللحمة بتاعتي وابدأ ارص كده الورق العنب بتاعي بالشكل ده. احط كل كمية ارص دور، واحط معلقة دبس رمان واعصر عصرة ليمون، او احط شرائح ليمون بالشكل ده. وابدا ارص الرصة التانية برضو واحط دبس الرمان تاني، واحط شرائح الليمون. احلى طاجن ورق عنب باللحمة ممكن تاكله، دايب وخطير وطعمه حلو قوي. هعصر عصرة ليمونة كده واحط معلقة دبس رمان تاني، معلقة صغيرة كده، واحط بقى رشة الملح، نظبط الملح بتاعنا. واحط الشوربة بتاعتي. كان عندي شوربة كده مفرزوها طلعتها، فكت معايا وسخنتها، غليت ونزلت بيها على المحشي بتاعي. واحط كده الكمية المناسبة، ويعني اهز الطاجن بتاعي يعني هزتين كده، واحط معلقة سمنة بلدي حلوة كده، واجيب فويل معايا، احط شرائح ليمون الاول، وبعدين اجيب فويل كده واقفل بيه الطواجن بتاعتي كده بالشكل ده، عشان يعني تستوي كويس، وفي نفس الوقت الوش بتاع الورق العنب من فوق ما ينشفش. عايزين نغطي عليهم، مش ممكن يعني مش لازم تغطي عليها بفويل، ممكن تغطي باي غطاء عندك في البيت. بس انا عشان البخار اللي يطلع يسوي لي المحشي، واتاكد ان المحشيه بتاعتي استوت، وادخله الفرن على درجه حراره 200 لمده ساعه. وبعد كده هكمل بقى بقيه الورق العنب بتاعي. احط بقى طماطم، فلفل، بصل، شرائح ليمون، بطاطسايه، ممكن جزر، كوسه، اي خضار عندك متوفر، قلبيه كله في بعضه كده وحطيه، وحط عليه معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود، ورصي بقى كل الورق العنب بتاعك. احلى حله ورق عنب بالخضار ممكن تاكليها، طعمها حلو قوي. واللي في الفرن هيكون لها طعم، اللي هنحطها على البوتاجاز من فوق هيكون لها طعم تاني خالص. بتفرق قوي قوي قوي. احلى حلة محشي ممكن تاكلوها، طعمها خطير قوي وحلو قوي. مش يعني مش هتاخد من وقتكم اي حاجة خالص. رتبي افكارك، هتعملي احلى فطار، هتاخدي احلى نتيجة للاكل. اهم حاجة تكوني مظبطة كل حاجة وانت بتعمليها. معلقة دبس رمان كده وعصرة ليمونة بيخلي الورق العنب مزز كده وحلو. ازوده الشوربة واحطه على النار كده يستوي براحته. طبعا بنسوي الاكل كده على الساعة 4 ولا حاجة، 4:30 يبدأ يكون الاكل جاهز معانا. وحشيت كمان فلفل برضو هنزل عليه بكمية الشوربة المناسبة، بس مش هنزود لان الفلفل بينزل مية. وهجهز سمبوسة كده اللي انا كنت مفرزاها معاكم وحطاها في الفريزر قبل رمضان. مش هقليها خالص. انا بجيب صينية كده وادهنها زيت، واحط السمبوسة بتاعتي اللي انا عاملاها، وادهن وشها بالزيت تاني، وادخلها الفرن على درجة حرارة 170، واقلبها على الوشين وتحمر واطلعها. كده الفطار بتاعي خلاص جاهز. احلى طاجن ورق عنب ممكن تعملوه. الرصه بتاعته ما فكتش، متساويه كده ومظبوطه. القلب بقلبته قلبناه مع بعض كده، خطير خطير خطير. مظبوط رصته. اللحمه مستويه ودايبه دوب. السمبوسه بتاعتنا احمرت كويس جدا وحلوه قوي. فيها بالجبنه وفيها باللحمه. طلعتها كده وحطيتها معايا على السفره بتاعتي، وعملنا الفلفل بتاعي طلعناه كده برضو. احلى محشي فلفل، مش معجن خالص. الرز بتاعي مفلفل وحلو وجميل. وقلة الورق العنب التانية قلبتها معاكم بالخضار، حلوة قوي. احلى حلة ورق عنب ممكن تعملوها وتاكلوها، خطيرة قوي. وجهزته كده العصير بتاعي، دوبته من فوق لتحت كده، وهنزل بيه في الكوبايات بتاعتي بالشكل ده. احلى عصير خراب ممكن تشربوه. وعملت بقى طبق قطايف حلو كده جنب الاكل بتاعي. والاكل بتاعي والفطار بتاعي كان احلى فطار عملته يعني. هو ممكن يكون الفيديو في 10 دقايق او اقل من كده، بس هو بجد والله مش متعب خالص. رتبي افكارك، هتاخدي احلى نتيجة واحلى فطار ممكن تعمليه. احلى ورق عنب ممكن تاكليه في